اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شحالكم البنات؟ شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا الناس الكل بخير يا ربي وبصحه. فيديو جديد وفيديو قصير، ان شاء الله الفيديو يعجبكم يا ربي، ما هوش الفيديو طويل برشا، الفيديو قصير. حبيت نودكم بحاجه حلوه، عملت تشيز كيك، قلت خليني نصور ونود بها خياتي وصحيباتي وحبيبي. ان شاء الله يعجبكم الفيديو. كما قلت لكم ما هوش طويل قصير، وتشيز كيك معناتها حاجه عاديه، هي مهما واحد في بالي يعملها. ان شاء الله تعجبكم حصيل. وحبيت عملتها، حبيت نودكم بها، قلت يا علاش ما نصورهاش وخليني نهبطها لصحيباتي. كهو خذيت شويه بسكوي ستار، رحيته، وحطيت معاه زبده ذيبه، معناتها معروف التشيز كيك تعمل زبده ذيبه، اما انا زدت معاها نعمل معاها مغرفه كريم، كريم فريش. تعجبني بالكريم فريش، وحاجه اختياريه معناتها تنجم تعمل كان زبده برك. اما انا نحسها بالكريم فريش يقعد البسكوي طري، معناتها تحس انت كي تبدا تاكل في الطرف تحس بالبسكوي طري. ما هوش احرش، ويزيد يشد البسكوي. يمكن استيوس انا زدتها معناتها وكا تفيدكم، نفيدكم بها. تنجم تحط زبدة ذيبة برك، تنجم تحط زبدة ذيبة برك، زبدة جديدة. حطيت ذوبتها وصبيتها على البسكوي، زدت معاها مغرفة صغيرة كريم فريش. اوكي، نخلط بشويه بشويه، حسيتها هكا ناقصه البسكويه، زدتها، يمكن الزبده جاتني بزيد شويه. كهو حبيت نودكم بها حصيلو. ان شاء الله يعجبكم الفيديو. كما قلت لكم هو فيديو قصير، نعرفكم تحبوا الفيديوهات نتاع الروتينات، اما ما يسالش مره هك ومره هك نبدلوا شويه، ووديتكم بحاجه حلوه. والبنيات اللي ما يعرفوش تشيز كيك او كاي، معناتها ما فيها باس يتعلموها، ولو حاجه سهله معناتها شيء ما فيها هي. وحاجة الدار ما أحلاها والله، بركة وسكا معناتها، أو كطبق صغير وما شاء الله شدتنا بالكدا بالكدا. شحالكم انتم البنات؟ شنو احوالكم؟ وش عاملين؟ ان شاء الله تكونوا يا ربي الناس الكل بخير. صبت شي عندكم المطر؟ ما شاء الله مطر صبت عنا في صفاقس، الحمد لله، ربي يرحمنا. توا نعمل في المونتاج ومطر تصب، ربي يرحمنا ان شاء الله، وربي يعطينا هكا ديما ان شاء الله تجينا المطر معناتها بغيث نافع. الحمد لله يا ربي، ديما نطلبوا ربي في المطر، والحمد لله. كهو يمكن قاعدة الكريم فريش ما تخلطتش بالكدا، مش مشكل معناتها، من بعد اللي كان نستويوها بالكدا بالكدا بالمغرفة، باش ما تقعدش شيرة عالية وشيرة واطية، وتقاديك من بعد في القصان معناتها تجم تقصها. كهو حاجة بسيطة وحاجة عادية، وراني معناتها مانيش هيك اللي صنيفة، راني أنا حاجة عادية وبسيطة معناتها، راني مانيش صنيفة ومانيش طايرة في الحلويات ولا في الحمد لله، الواحد موش ما يعرفش وموش زيدا كل يعرف كل شيء، على خاطر برشا معناتها يسهلوني على طريقة السيترون، وإلا على طريقة أختي فتحية زيدا من ليبيا، نوجه لك تحية زيدا، قالت لي على وقتها على تمليح الزيتون. والله شو كان باش نملح، انا ما نملحش كالزيتون الكبير، نملح كالصغير، تو كان واتتني وشريته وان شاء الله ونجي نملحه، تو نصوروا ونهبطه لكم في الفيديو. مانيش هيك اللي معناتها كما نقولوها معلمه في كل شيء، راني عاديه وبسيطه، ان شاء الله نكون نفيدكم باللي انا نعرف وباللي انا نقدر هكا. ولهنا باش نخلطوا الكريم، كما تعرفون نحطوا الكريم، كملت حطيت هيك الكريم شانتيه، كريم مش كريم شانتيه، كريم فريش. انا ساعات نغلط بين كريم شانتيه وكريم فريش. حطيت الكريم فريش، وحطيت هيك كعبة الياغورت جوكي، وباش نحط زيدا كريم ليكيد وكريم شانتيه. كملت حطيت كعبة الياغورت هي الجوكي، وباش نزيد كعبة فورماج هيك الكبير، كويستو، والفريدو، مع الكريم شانتيه والكريم ليكيد. ثم منو اللي هذيك اللي بالاحمر نتاع الطاجين، يعني انا ناخذ ونعمل به الطاجين، وهذيك نتاع الكريم شانتيه نحطها برك كهو، والفريدو زاده كيف كيف يزيد يعطي بنه كهو. جيت بنينه نودكم ولا نشهيكم، ان شاء الله تعجبكم طريقتي في التشيز كيك، وان شاء الله تجربوها، وان شاء الله تجيكم باهيه يا ربي. عندي برشا أسئلة، برشا متتبعات، برشا وخيات سألوني على برشا حوايج. والله الفيديو قصير، هو يمكن ما نجمش نجاوبكم الكل. نجاوب أختي منيار، سهلتني هي من الفيديو اللي قبل اللي هبطته على القلاية الهوائية، سهلتني عليها.
نجاوبك أختي، نقول لك ننصحك بها، هي باهية راهي ما هيش لا. باهية، يمكن أنا ما نستعملهاش برشا، مشكلة فيا أنا معناتها نفحاجية، راني تلقاني كي نحب نشري الحاجة نحب عليها ومن بعد تاليكا نعمل بها مرة مرتين ونبخل عليها، نولي نقول هيا خليني نعمل على الغاز وكهو. أما هي راهي باهية ما هيش خايبة. شوية هيك اللي يلزمك تقرا حسابك في الوقت وكهو، يلزمك تقرا حسابك في الوقت، تحط لها الوقت بزايد خاطرها بطيئة شوية كهو. وبالنسبة انتي ظهري قلت لي عملت فيها دجاج وجاك يابس، هي اي حاجة معناتها باش تطيبها في القلية الهوائية يلزمك تعمل لها الزيت، ما نعرفش انتي حطيت الزيت ولا ما حطيتش، يلزمك تحط الزيت. دجاج، حوت، لحم، بطاطا، معناتها اي حاجه يلزمك تدهنها بالزيت، بون مش تغنجقها اما تدهنها بالزيت، ما تحطهاش شايحه باش ما تجيكش يابسه وما تجيكش شايحه. فوحها وحط لها الزيت، باهيه سي بون، وخليها كهو. ما منعرفش عملت زيت انتي ولا ما عملتش، هيك علاش يجيك الدجاج يابس. اما اذا عملت زيت راه في بالي لا ما يجيكش يابس، وانتي وكا الوقت معناتها هي عليها الوقت. حط لها الوقت متاعها، ما تحطش اكثر الوقت، وتجم تحلها تشوف انتي معناتها تجم تحلها ماهيش اذا سكرتها ما عادش تحلها تجم تحل تشوف كان لقيت سي بون دجاج طاب مريقل يزيها هنا نعمل فيها حتى السلطه المشويه زيتها كيف كيف باهيه. اما كيما قلت لك هي الوقت تحب لها الوقت معناتها تعطيها حقها في الوقت كهو، مش كيما على الغاز الحاجه اسرع، مش كيما فيها هي كهو. باهي من بعد ما حطيت هيك ان شاء الله نكون فتك حاصيلو اختي منيار. من بعد ما حطيت هيك شو اسمه البسكوي، بعد ما عملته بالزبده وريكلته حطيته في الفريجيدير يبرد، لازمنا نحطوه شويه في الفريجيدير يبرد. ومن بيني انا خلطت الخليط هذاك اللي كريم، ومن بعد تالي كنخرجها نصب عليها نكملها كيكه نستويها بالكدا بالكدا، ما نحطش شيره عاليه شيره واطيه. ومن بعد اين ساعات نعمل الطبقه الثالثه، يا اما بيستاش والا لا اله الا الله محمد رسول الله، والا كراميل. ساعات نطيب الكراميل نطيبها انا، المره هذه ما عنديش طايبه بخلت على تطيبها. سريت شويه هكا شوكولا فوق الغاز، عندي شوكولاته سعيد ذوبتها شويه وذوبتها في الميكرووند، حطيتها شويه حليب ودخلتها الميكرووند سريتها. يمكن تقولوا لي الميكرووند ما هوش صحي، اما والله ساعات الواحد يستخف بيه. سريت الشوكولا وبعد ذلك بعد ما بردت نحطها تبرد بالكدا بالكدا، بعد ما نحط لها الكريم، نحط لها هيك الكريمه اللي حضرتها، نحطها نرجعها في الفريجيدير نحطها تبرد بالكدا بالكدا. من بعد ذلك نعمل لها الشوكولا على خاطر يلزمها تشد روحها شويه باش الشوكولاته تبدا، لازم تبدا سخونه شويه، والكريمه ما تحبش الحاجه سخونه كهو، نحطيش سخونه برشا تحرق الشوكولاته ومن بعد ما نخرجها من الفريجيدير انا صبيت عليها الشوكولاته وتكملوا تشوفوا حصيل المراحل. نشكركم برشا على كلامكم الحلو، على كلامكم المزيان، وما شاء الله جاتني كمية كومنتاريات محليها 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 ومحلى كلامكم. ربي يبارك لكم وربي يجازيكم كل خير على كلامكم الحلو، قد ما نشكركم وشوية. قد ما سريتها هيك الشوكولا وانا صبيتها وسعت بالي معاها باش وزعتها وريقلتها. كما قلت لكم الفيديو قصير ما سرعتش منه، معناتها جيت نسرع فيه شويه نلقاه باش يقعد لي في حكايه فارغه معناتها، وانا ما عنديش معناتها ما صورتش. كان عندي شكون بحذية هيك اللي تعرفوا الواحد مش كيما وحده ومش كيما يكون بحذيه حد، هيك اللي ما نجمتش نصور. جيت عملت تشيز كيك قلت خليني نصورها ونهبطها لخياتي باش ما نبطاش عليكم بالفيديو، انا هكا معناتها ديما روتار ديما نهبط لكمش كل يوم الفيديو. سامحوني يلا غالب، والله غالب والله شويه من الكونيكسيون شويه مني انا زيده حتى انا ما نلقاش لفظة باش نريقل حتى المونتاج، حتى ساعات نبدا عندي معناتها لي فيديو مصورين وما نلقاش الوقت للمونتاج. كهو كما قلت لكم كان شكون بحذية هيك اللي ما لقيتش وقت، قلت تيا خليني نعمل هالتشيز كيك ونصورها نهبطها لكم نودكم بها نودكم بحاجة حلوة ومزيانة، ان شاء الله تعجبكم يا ربي. وان شاء الله الفيديو الجاي يكون اطول من هكايا وخير من هكايا، وكل عادة يبدا الفيديو منوع، فيه روتين وفيه دبارة الفطور والا وصفة. والله ثم زيدا اختي تحب على الفطاير، ان شاء الله والله ربي يسهل، معناتها الحاجة كي نعمل حاجة لازم باش نصورها ولازم باش نهبطها لكم.
برشا. أختي زادة حابة تعلم ملوخية، إن شاء الله بحول الله الفيديو الجاي الأكثرية تهبط طريقتي في الملوخية. وماذا بيا كل وحدة تطلب مني حاجة نعملها، الله غالب إذا حاجة ما نجمهاش هيك الله غالب، ما قلت لكم راني مانيش معلمة في كل شيء، راني إنسانة بسيطة معناتها اللي نعرفه واللي نهبطه لكم. حتى تشيز كيك أو كيا معناتها عادية بسيطة، أكيد تلقت لي من غادي كيا من الفوق عادية بسيطة، ما هيش هيك اللي يتقال مقدودة بالكدا باللي واحد يقدر كي أي امرأة معناتها في دارها تحب تعمل حاجة، مانيش قارية باتيسوري ولا حاجة، معناتها حاجة عادية بسيطة اللي كيما نعملها نهبطها لكم بكل عفوية بكل بساطة. كهو من بعد ليك عملت قهيوتي هيك متاع العشية. أنا تعرشي هيك القهوة مش عشية عشية، هي تسمى احنا غير تويكية حيت النهار قصار، الدنيا في ساعة ظلة. نقول لك 6:30 حاجة كيما هكايا. أنا ما نتعشاش، هيك هي معناتها كي نعمل قهوة هيك هي عشية، معناتها في أي وقت نطيبها نشربها هيك هي، منها قهوة العشية ومنها عشية على خاطرني ما نتعشاش. كهو قلت يا خليني نكمل نعمل قهيوتي ونقعد هكا مع صحيباتي وخياتي، وإن شاء الله نكون ونسكم، وإن شاء الله يكون الفيديو خفيف ظل عليكم يا ربي. نودكم ولا نشهيكم، راهي جيت بنينة بنينة، يمكن منظرها ما هيش هكا مقدود بالباهي كيما متاع الشارع، معناتها تبدا هكا عالية ومقدودة وكل شيء، أما هي بنينة بنينة بنينة. الواحد باش يعمل حاجة لدارو باش ياكلها هو، معناتها مش باش يقدمها لحتى حد، حتى ولو ما هيش مقدودة بالكدا، المفيد بنينة. كهو جيت بنينة وخفيفة، وشربت بها قهوتي هكيكا في العشية، ونودكم ولا نشهيكم يا ربي، إن شاء الله تجربوها وإن شاء الله تجيكم باهية. كما قلت لكم إن شاء الله الفيديو الجاي يجي خير. نحب نرحب باللي دخل جديد في قناتي، ونحب نقول له مرحبا بك، أنسني إن شاء الله المحتوى متاع القناة يعجبكم يا ربي الناس الكل. مرحبا بكم من كل بقعة، من تونس من خارج تونس، أنستوني وشرفتوني، وصلت بكم لهنا لآخر الفيديو. ما بقالي كان باش نقول لكم بالسلامة، وإن شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد يا ربي.